هلا وشلونكم؟ مشتاق لكم هواي. بما ان في ناس كتير جدا طلبوا مننا نصور الفيديو اليوم ده، راح نسوي لكم جولة ببيتنا. انتوا اليوم خطارنا، يلا خطرنا بالمصري يعني ضيوفنا. يلا بينا. دقيقة لا تفتح الباب. ليه؟ اللي ما راح يسوي لنا سبسكرايب ما يتفرج على الفيديو. لا كله هيعمل سبسكرايب ولايكات وكومنتات كمان على الفيديو الجديد. يلا دلوقتي اوريكم المطبخ. اهم مطبخ شنو؟ هي تعال تعال، المطبخ هذا اختصاصي، انا اللي حسوي لهم المطبخ. يلا مرحبا بكم ويا الجزء الاول في مطبخ مشمشة. تعالوا خلينا نشوف. تعالوا بقى نشوف التفاصيل. مبدئيا هذه الثلاجة اللي أنا كلش عجبتني. دي اللي هي الجديده، الفريزر تحت والثلاجه فوق تعالوا اللي دوختني عليها. حاطة هيك سجاجة، ما أحب يكون هنا كلش زحمة. ايوه، وهنا البهارات العراقية. قسم البهارات بقى بتاع مشمشه، كل ده بهارات. مش هنروح بس بدولت، كمان في تحت. مش هنروح بس ده، هنا كمان في. احنا نحب البهارات، احنا نحب البهارات بالعراق. شعنا انتم بمصر، مصر ما عندهم غير ملح وفلفل اسود وكمون، هذا الشيء الوحيد. بعد هنا القسم الخاص مالتي السعيد، وطبعا القسم ده بتاعنا بتاع البروتين. وهذا اللي بصفى اني، وهذا فيورا. عمود لا تقول ان احنا ما مسوين مكان لفيورا بيتنا. لا طبعا ده اهم حاجه في البيت. وهاي القلاصات الزياده حاطينها فوق، فلتر المي. تنيتي وهذا طبعا. السينك، هذا الطباخ، وهذا المكان مال الزيت مالتنا والأغراض اللي احنا نقلب بيها. وادي الميكرويف. وهنا البوتيتا. لا تقول انت، لا تقول انا اقول لهم الميكرويف هذا. خلاص قولي انت. هاي الميكرويف مالتنا. والله. وهنا البلاستيك وهاي الشغلات مالتنا. وهاي مالت القهوه وهاي مالت الشاي. هذا الشكل للمطبخ هو صغيروني بس كيوت. وشغله ثانيه اريد اشوفكم اياها، انا ما احب المواعين الملونه ابدا. تعالوا خلوني اشوفكم. خلينا احنا نلف حوالين منك انت. هنا القلاصات والاستكاين مالت الشاي العراقي الشاي العراقي طبعا يا ويلي. وهنا المواعين انا احبها ابيض واسود. هنا الصيني يا جدعان، ده الصيني. صيني. احنا لغينا فكره النيش اسمها صيني. لا مواعين. وهذا الشكل احنا اختاريناه كلش حلو مرتب. ده البوفيه. لا تنسوا تقولوا لنا رايكم. ودي دماغ مشمشه. هاي راسك انت. الصلاة عشان انا بحب جدا التفاصيل الصغيره السمباتيك كده اللي ما تاخدش زحمه كبيره جدا. هنا كده هنبدا بالسفره، واخترناها السفره ديت عشان ما نحطش ازاز بقى والجو القديم دوت. والانتريه الجميل اللي بعشقه، كان تنيتي انا ومشمشه طبعا. لا تشوفهم كرسي مالتي، انا اللي اشوفهم. لا والله انا اللي اشوفهم. طيب دي الساعه اخترناها، مشمشه كانت الصراحه هي السبب فيها، اختارتها. بعد اللون شلون مرتب. هنا بقى الجنب المفضل بالنسبه لي الدرع وجوايز انا ومشمشه، والتلفزيون بتاعنا المفضل. تعالوا اشوفكم جزئي المفضل اللي انا بصراحه خلاني اختاره. تعالوا شوفوا. تعالوا كده بقى عشان تشوفوا مشمشه. هاي اول شيء هيجي هزاز، وبعدين اذا انت ما تريد تهز نفسك سوي هيجي عشان تبقى القعده مفضله كده قدام التلفزيون على طول. تعالوا يلا نكمل. يلا نكمل. اقول لك بقى اهم حاجه انت نسيتيها وعديتي ومشيتي على طول. شنو هي؟ السجاد. احنا دخنا على السجاد، ومشمشه كانت الفضل في اللون ده عشان تمشيه مع باقي الديكورات. شنو رايكم بالماتشنج اللي انا مسويته؟ الله عليكم. هو بصراحه اللي مختار البردات. وحتى الساعه لو لاحظتوا عليها هتلاقيها ماشيه مع الانتريه. انا اللي مختاره ساعه همين. باعوا والله هاي الزوال هيك خلينا هذا اللون عمود تكون ماشيه سوا. باعوا المنظر. يا سلام علينا يا سلام. هسه تعالوا بقى اوريكم احلى حاجه في البيت كله. تعالوا بص احلى برواز عملناه في حياتنا كله، طوله 160 يعني تقريبا طول مشمشه هي 65 تقريبا. 162. وامورتنا اللي ربنا يخليها ليا. في البدايه جايبين هذا اللون هناك، بعدين خليناه هنا بس. خلينا هنا عشان يمشي مع لون الحيطه. هلو. حاطين هنا المرايه. اخترت لون السجاده عشان يمشي مع لون البيبان. هنا بقى ده حمام الضيوف، او بمعنى صح حمام الخطار اللي مش بلغه مشمشه. هذا شكله مرايه كبيره وبانيو كيوت، وهذا الحمام بسيط وحلو كلش. افتح انا هنا بقى اوريهم. انا اللي اشوفهم. تعال. طبعا التفاصيل هنا كلها غرفه النوم المتواضعه. تعالوا شوف. نفتح الغرفه. هاي الغرفه. هاي الشربايه بهذول ميزه تواليت لازقه بالشربايه. وهذا تعال. ويجيها باف عمود تشيلون الشغلات المهمه مالتكم. وهنا هذه مثل الصاله برا. وهاي الشربايه اللطيفه العزيزه. قومي عشان نكمل. وهذا الجزء بتاع مشمشه. بعدين هنا اسوي الميك اب مالي، اسوي كل شيء. وهاي الدريسنج. هذا الدريسنج بس انا طبعا ما مصفطته
تشوفوه هسه لانه مكفش مثلي. بعد منظرنا الدريسنج هذا طبعاً حرفيا باعه. متدغدغ. بعد هذا شكله نطفي بصوا بسرعه لان المنظر. انا ما مسويته. التفاصيل وهاي كلها. كلها هي تشتغل اضويه هذه. تعالوا اشوفكم هسه الحمام. اختيار برضو لون الستاير. هاي اسلام هو اللي مختار الستاير. يلا البردات. بينا. تعالوا اشوفكم الحمام مالت الغرفه. هذا شكله شوفوا. ده حمام الماستر. هنا أنا احط كريماتي الغراض المهمه مالتي لان انا شويه كسوله ما احب كل شوي اطلع وارجع. وهذا الحمام الكيوت وهاي المرايه مالتي. تعالوا شوفوا. هاي تقرب وتبعد همين. يلا يا تفاهم يلا. يلا طبعا ده فيو الاوضه. على الحديقه الحلوه هذه. صراحه الهواء مالتها يجنن. الاوضه دي ما حدش بيجي جنبها لانها اوضه ضيوف. هاي غرفه الخطار. دي اوضه صغيره كده تفاصيلها صغيره جدا. هي تري بعد تطبيقات. سريرين ودولاب فاضي تماما ما فيهوش اي حاجه. وهاي هنا أنا نكوي. مكوى وطبعا الرنج لايت عشان التصوير. بس شوفوا من الفيو. الفيو ده مفاجاه من حته ثانيه. اي ماشي يلا. تعالوا بقى نشوفكم غرفة فيورا. نشوف فيورا اصلا ايش بتعمل قاعدة ايه. تسوي؟ تعالوا خلينا نشوف. هاي ماما. عمو شفت انا حلوة ازاي؟ عمو شفت انا تعمل ازاي؟ ده عمو شوف انا خربت الاوضه ازاي. عزة باش نسوي بالغرفة. طبعا هاي غرفة فيورا لازم تصير عبارة عن كيدز اريا مال فيورا يعني مو غرفة هذه. عمو طبعا احلى حاجه في فيورا. الو بابا هنا. احلى شيء في فيورا طبعا ان هي بتسكت وتقعد لوحديها. فعلا يعني والله طفله الطفلة مؤدبة. هاديه جدا. ايه ده؟ مين بوظ ده؟ مين هذا اللي خربها؟ بوسه. لا راح تبوسني اني. فيورا بوسه. الله. لا انا بوسه. تعالوا بقى نوريكم كمان. تعالوا نشوفكم مش هنفتح البلكونه هنا عشان خاطر كمان المفاجأة والفيو اللي هتشوفوه بعدين. تعالوا وهذا كنتور فيورا المتواضع الصغير. وده طبعا الجزء المفضل بتاع فيورا فندي. مالت الالعاب. يلا تعالوا نكمل. دي اهم مرحله الفيو. مرحلة مالتي هذه انا اللي اشوفه. هو انا متجوز عيله في أنا ايه أشوفه. هنتخانق على انا فيديو. اللي اشوفه. تعالوا بصوا منظر الفيو ده مش هتلاقوه في اي مكان. دي اهم مرحله. تعالوا بقى اوريكم التفاصيل. هنا دي اختصاصي انا ليه بقى؟ عشان اخترت كل التفاصيل ما فيها. لون الكراسي على لون الديكور برضو ولون المنشر على لون الديكور. وهذه مالت فيورا. طلع لنا بكل حاجه ربنا يخليها لينا. صراحة كلش احب ذوق اسلام. انا ساكت عشان اسمع. مخلي لي الحديقة جنة. زارع لي كل شيء انا احبه. طبعا انا ما اعرف بهاي الشغلات هو يعرف اكثر طب انت مني. بتتكلمي كتير ما تيجي تعالوا نوريهم. شوف، تعالوا. وهنا بقى اهم حاجه في حياتي كلها دي الجنينه. انا ما بقدرش اعيش غير من غير زرع ولا خضره. تعالوا معانا بقى. مش هنا بس لا في كمان جزء جوه. سامعين اصلا صوت الهوا ده كفايه جدا. تعالوا مش بقى هتوريكم باقي تفاصيل الزرع اللي بتحبه. لا شوفهم الشوي مالت الشوي. ده اختصاصي المفضل. اسلام يعشق شيء اسمه شوي يعشقه. ما خلصنا كل شيء بالشقه. هنا راح نسوي كيدز اريا الفيورا. نخلي كل هذه الجزئيه دي هتبقى لفيورا بس. اشوفكم هسه الورد. عشان ده الفيو بتاع فيورا اصلا البلكونه ولسه التكييفات ما هسه ركبتش. الورد والشغلات اللي اسلام زارعها اللي تجنن. مبدئيا هذا النعناع احنا نعشق شيء اسمه نعناع. بعد ورد الوردي لسه ما طلعتش قوي بس هي حلوه ورد الصراحه. بنفسجي. بس ها. وهذه فاكهه عندهم اسمها بشمله ما اعرف بصراحه هي طيبه مو هدوقها لك بس اما تبتدي تطلع شويه. ماشي. تعالي نسيتي. تعالي هناك. ونسيت الفل وياسمين. هذا ورد اصفر بس فل. طبعا احنا لسه زارعين لسه الحاجه صغيره. بعد ورد هنا. ادي اسلام. هاي مشمش يا حبيبي. دي مشمش. ادي مشمش. انا قصيره. تعال انت اسلام الطويل هذا اسلام بس هو خطيه مريضه شويه. اسلام طبعا انتوا عارفين الزرع بيبتدي يمرض في الشتاء عشان خاطر يفتح في الصيف. يا بنتي بتعملي ايه؟ عايزين نصور بالفيديو. طب تعالي بس تعالي هنوريهم اهم مكان.
هسه تعالوا بقى شوفكم نوريكم بقى الفيو اللي بره اللي البيت. دائما يسالونا عنها. تعالوا نشوف. استاذه مشمشه بتتخانق معايا زي كل مره كاني اصلا الفيو مقفول، الفيو مفتوح يا حبيبتي. هذا الفيو ده المنظر كده، احنا لسه خارجين من باب البيت اهو، وادي المنظر اهو. لازم اني اكون باينه. بصوا الجمال. طبعا هنا المنظر اللي شايفينه عامل ازاي، يرد الروح اصلا. جرجيله في قلب الميه، بحيره جنن. بصوا الصراحه الكومباوند مش حارمنا من اي حاجه فيها ترفيه لينا. وهنا قعدات لاي واحد يتعارك ويا زوجته يجي يقعد هنا. وهنا هم قعدات واخر، واكو هناك همين برجوله. الجسر مالي المفضل، سميته جسر. شوفوا الجمال. تعالوا. خدي بس يلا عشان يوريني المكان التاني. يا بنت خدي. احس نفسي بيه سندريلا، ما ادري ليش. تعالوا. تعالوا. عامل زي المنظر الاولاني اللي انتوا شفتوه، بس هنا بقى مقفول داير ما يدور. النافوره هنا شغاله، هنا هتقفل، هناك هتشتغل برضو. كان هنا اصلا احسن حاجه فيه، هنا جزء والناحيه الثانيه الجزء الثاني. الصراحه يجنن يجنن يجنن، وتقعدون تدرسون تشتغلون تصورون كل شيء تسوون بيه. المنظر بس مش عارف مش واقفه بتفكر في ايه الصراحه. تفكري في ايه؟ انا اسوي قاعه عرس ونتزوج مره ثانيه. امشي عشان امشي قدامي. خلصنا الفيديو وجولتنا في البيت، واوعى تنسوا سبسكرايب واللايكات والكومنتات كتير، وتقولوا لنا في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عباره عن ايه. وطبعا كل ما تصورون اكثر كل ما احنا نسوي لكم فيديو اكثر واكثر، ونعرفكم على شنو الزوج المصري والزوجه العراقيه. وشغله همين اهم شيء لازم تقولوا لنا شنو رايكم بالشقه، وطبعا بعد باقي بيها تفاصيل بسيطه راح نسويها، وان شاء الله هنوريكم الفينش الاخير كمان في فيديو جاي. باي. باي باي.